ف ها يعني عايزين ايه بقى؟ كونتي وتودور وديزيربي واليجري وتياجو موتا وتوخيل وكلوب وناقص جوارديولا، كلهم بلاش منه. انا مش عارف طب احنا عايزين ايه او انتوا عايزين ايه؟ يعني كل يمكن من الصيف واحنا بنسمع اخبار كتير عن بدايل لأليجري في حال رحيله. الصيف اللي فات كان في كلام عن عودة تودور منفردا بدون بيرلو او عودة كونتي. ناس كتير كانت ضدها، ويمكن انا كنت ضد تحديدا كونتي، ولسه يمكن ضده. يعني اكيد عندي تحفظات عليه كتيره، ولكن مع موسم ثالث يطل بظلاله الغائمه حتى الان، وواضح ان احنا مفيش دوري خلاص، يعني بنبعد، وانهزاميه شديده في التصريحات. فواضح ان يعني بيعود الكلام على بديل أليجري. فسبحان الله الفكره كلها ان يوفنتيني كتير، وخصوصا من اللي مش عايزين أليجري، يعني خلاص هم متفقين ان أليجري يمشي. مع كل خبر يربطنا مدرب جديد نسمع اعتراضات وبنطلع القطط الفاطسه، من اول كونتي ان هو الخائن العميل. وطبعا انا متفاهم كل وجهات النظر دي، ولكن طب وبعدين؟ يعني كونتي ماشي خائن وعميل وبينط من المركبه بدري بدري، اوكي، ولكن له يعني بعض الخصائص الجيده في الوقت الحالي، وناس كتير مرشحاه ان هو الانسب لهذه المرحله. تودور السنة اللي فاتت قال لك ده متدرب وكورته زي الزفت مع مارسيليا وده ما يصلحش لليوفنتوس. نفس الكلام مع تياجو موتا، انه متدرب وان هو لا يصلح لليوفنتوس، وان احنا عايزين قيمة وقامة كبيرة. نفس الكلام مع ديزيربي، ان ايه ديزيربي كورته الهجوميه ولكن دفاعيا سيء، ويا سلام على شبيه جوارديولا، وان ملوش لازمه ولا هينفع في الدوري الايطالي. وبعدين النهارده حتى توخيل تمت اقالته، ناس معترضه عليه وان هو فاشل وعامل موسم زي الزفت مع البايرن، خلاص بقى فاشل يعني وبسبب ليفربول. في ناس عايزاه، ناس برضه يقول لك لا ما ينفعش ولا يصلح ولا حاجه. وصلنا لمرحله زيدان بقى له كذا سنه بعيد عن التدريب، ناس تقول لك ده عاطل. انا مش عارف يعني. طب احنا ايه كله يقول لك احنا عايزين حد يكون جاهز، واحنا مش عايزين حد يتدرب فينا يعني احنا قاعدين بيكي قوي ويعني قاعدين نطلع لقطه الفاصه في كل مدرب. طب احنا عايزين ايه؟ او يعني احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين أليجري يمشي. يعني اكيد هيجي مدرب ما فيش حد مغسل وضامن جنه، يعني اكيد مش هنجيب جوارديولا الا اذا لو في مفاجاه، وده وارد جدا. يعني ان يعني حتى النهارده روميو اجراستي كان طالع بيقول لك زي صفقه الكارز، اليوفنتوس بيعرف يشتغل اندر الرادار او تحت الرادار من غير العيون ما تكون رصداه. فهل ممكن نسمع اسم مفاجئ في التدريب؟ لان ده كان على سؤاله في اسم للتدريب مين اللي هيدرب يوفنتوس، لان برضه روميو اجراستي طلع وكرر فكره ان هو بيقول ده مش خبر ولكن ده قراءه للمشهد، ان في الغالب اليوفنتوس هيغير القياده الفنيه اخر الموسم. فكلام ان هو بيسالوه مين اللي هيكون الاسم، قال لك ما اعرفش، بس اليوفنتوس بيعرف يتحرك يعني اندر الرادار او من غير ما ترصده الاعين. فهل هو فعلا في اسم مثلا بقى مفاجاه المفاجات وحاجه كده انفجار زي ما حصل لويس هامilton في فيراري؟ برضه هجيب نفس المثال، ان مثلا جوارديولا مثلا هيسيب السيتي ويجي اليوفنتوس، الله اعلم. زيدان هيجي، الله اعلم. ولو ان يعني انا بتكلم على ان حتى اعتقد ان جوارديولا حتى لو ارتبط بينا هتلاقي ناس بتنتقده برضه. هو طبعا يعني زي قصه جحا وابنه اللي محدش هيرضى. بس الغريبه ان انا شايف اعتراض كتير من ناس معترضين على أليجري. يعني انا شخصيا شايف عندي تحفظات وممكن اتفق في بعض الامور مع بعض الناس على بعض المدربين من دول، ولكن حاليا الوضع الحالي الوضع خطر. انت في دايره مفرغه، خد اي قرار وان كان خطأ. يعني خد اي قرار وتحمل تبعاته وان كان خطأ. يعني بايرن ميونخ بالرغم من ان ممكن يعني متخبط اداريا الفتره اللي فاتت، ولكن عندهم شجاعه التغيير. يعني نيجلزمان ما كانش ماشي على المطلوب منه او النتائج المتوقعه من البايرن، تم تغييره بتوخيل. حتى توخيل لما فاز الدوري ما كانش عاجبهم السنه اللي فاتت، ادوا له فرصه السنه دي مش عاجبهم النتائج، وجايز الله اعلم ياخدوا في الاخر كعاده البايرن ياخدوا الدوري، ولكن خلاص يعني تم التخلي عنه. فاحنا ما عرفش قافشين قوي في أليجري بشكل غريب، وانا مش عارف هنفضل مستمرين في الدايره المفرغه دي لحد امتى. يعني لازم تكسر الدايره دي بقرار شجاع للتغيير، ان انت هتروح لمدرب قمه وهتصرف وهتعمل وهتسوي، ولا ان انت ممكن عندك شباب واعد كتير من المدربين، حد زي تياجو موتا يمكن اكتر اسم موجود، ولا انت هتروح لكونتي اللي هو هيموت ويرجع ليوفنتوس. يعني كلها اختيارات
سانحة وواردة ومتاحة في السوق، وأنت بالنسبة لك محتاج تخرج من الدايرة دي. اللعيبة كتير عايزة تخرج بسبب استمرار أليجري، لعيبة كتير خلاص حفظت طريقة المدرب أو حفظت المدرب والمدرب حفظهم، وإحنا يعني تحس المنظومة كلها خلاص باتت في نوع من أنواع المونوتوني أو التون الواحد، أو زي ما نقول الوتيرة الواحدة الدائمة السيئة، اللي إحنا مش عارفين إيه الإنتاج اللي هيطلع منها أو إيه اللي هيحصل بعدها. فانا بالنسبه لي حتى لو كنت عندي تحفظ على بعض الناس دي، انا دلوقتي حتى كنت السنه اللي فاتت كنتش عايزه، ما عنديش مانع اي حد. يعني انا حاليا طبعا في ناس يقول لك لا مش اي حد، ودي ممكن شخصنه، واحنا اليوفنتوس، انا عارف الكلام ده، بس احنا اليوفنتوس برضو مش هنقعد 3 سنين ولسه احتمال رابع وخامس سنه يعني. عشان تبقوا عارفين لو ما حصلش تغيير السنه دي اعتقد أليجري هيبقى مجدد سنتين. يعني هو زي ما نقول دو اور داي، يعني احنا في الغالب يا اما أليجري ماشي السنه دي وهيبقى في تغيير ايا كان ايه التغيير، عاجب الناس مش عاجب الناس، يا اما ان احنا هنكمل مع أليجري على الاقل سنتين كمان، لان الموسم الجاي مش هيخش أليجري غير وهو مجدد على الاقل سنتين. ف ها يعني عايزين ايه بقى؟ يعني فعلا عايزين ايه يعني؟ عايزين مين؟ ما هو ده يعني، يا ده يا ده. فاختاروا بقى، يعني نقعد نفسفس ونقتقت ونطلع القطط الفاطسه، ولا ده مش عاجبنا ولا ده مش عاجبنا وده السي في بتاعه مش عاجبنا وده بقى له سنتين وده خلاص نكمل بقى مع أليجري ونلبس كلنا وايه وربنا يسترها علينا. فانا بالنسبه لي زي ما بقول، انا كان عندي تحفظات على ناس كتير وفعلا عايز اسمع اسامي رنانه وي وي وي، ولكن انا حاليا ما عنديش اي مانع من اي تغيير، لان انت على الاقل لما هتاخد قرار حتى لو كان خطأ هيخرجك من الدايره دي لدايره جديده فيها امل. يعني دايما اي خطوه جديده فيها امل، بدل ما انت يعني نفس الوتيره سيم شيت ديفرنت داي زي ما بيقولوا، يعني اللي هو احنا ماشيين بنفس القرف، الايام مختلفه والمواسم المختلفه، وزي ما احنا متعودين هو التيشيرت اللي بيتغير والاداء واحد والنتائج للاسف للاسف. كان السنه دي عندنا امل ان ممكن يكون في تغيير، ولكن واضح ان في الشخصيه الانهزاميه والروح الانهزاميه بعد ما ماتش امبولي الموضوع بعد خالص وفي استسلام تام من الفريق. فعلا عايز اعرف رايك، انا ما اعرفش يعني، انا كل ما اتكلم مع حد على تويتر احس اللي هو لا ده لا وده لا وده لا. احنا بنقول خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، ولكن انا من وجهة نظري الشخصية والله اعلم الناس هتتفق ولا تختلف فيها، انا عايز اي تغيير مهما كان. انا شايف ان مجرد خروجنا من دايره أليجري هذه السنه اعتقد ده انجاز في حد ذاته، وده اعتقد ده في مصلحه اليوفنتوس في حد ذاته. ايفن لو يعني مثلا دي روسي اللي هو بعد تغيير مورينيو ممكن ما يكونش احسن مدرب، الناس دلوقتي طايره بيه، ممكن بعد كام ماتش يبتدي يقع، الله اعلم. تاني بكرر يعني ما حدش مغسل وضامن جنه في القرار، ولكن خد قرار وتحمل تبعاته، ولكن استمرارك على نفس يعني زي ما بيقولوا دايما تعريف الغباء انك تعمل نفس المقدمات وتستنى نتائج او مختلفه. فاعتقد ان احنا بقالنا دي ثالث سنه كل سنه في حجه، السنه دي اعتقد مفيش حجه. فانا بقول كفايه كده، واتمنى ان كلام روميو اجراستي اللي هو قراءته للمشهد تكون صحيحه، ولو ان السنه اللي فاتت برضه هو ونيكولاس كيرا كانوا طلعوا واتكلموا قالوا ان في خناقه بين أليجري وبين كالفو يستحيل ان هو يستمر بعدها، وكان مونبلانو برضه اتكلم على الموضوع ده، لكن بعدها جون كان ضرب كل الكلام ده في عرض الحائط واستمر أليجري معانا. ويعني ربنا يستر السنه دي ما يحصلش نفس الموضوع، ربنا يستر علينا. فهنشوف اللي هيحصل، هو في الاخر لا بكلامنا ولا بكلام حد، هو جون كان والاداره هنشوف هيعملوا ايه. ولكن اتمنى ان يكون في تغيير من وجهه نظري الشخصيه، عايزين بس نهدى كده على نفسنا وما نبقاش يعني متنكين قوي، بدل ما نلبس أليجري سنتين ثلاثه كمان هيبقى بالشفا وربنا يستر. بس كده، اللي اول مره يشوف القناه دي مش قناه بس عن اليوفنتوس او عن الكالتشو، لا فيها كلام عن الطب بشكل مبسط، وخصوصا طب العيون وحاجات كتير بعيد عن الطب وعن اليوفنتوس. بصوا عليه القناه تلاقوا الموضوع كله متقسم قوائم، فبصوا على اللي يعجبكم. يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي برضو بذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين، ربنا يحفظهم وينصرهم ويعني يسترها عليهم، ويحفظ كل المستضعفين وكل المظلومين في كل مكان في السودان وفي سوريا. ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعني ربنا يعني يغفر لنا تقصيرنا يعني، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يدينا العمر والصحة، ونشوف بعض على خير سواء اللايف الجاي أو الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.